تخيل تبقى قاعد بتحضّر لماتش كبير أوي، بتحضّر له قبل منها ب10 أيام وبعد منها نقعد نتكلم على الماتش مثلًا 15، 20 يوم، ماتش كبير، ماتش قمة وماتش derby بيتحضّر له فترة كبيرة، ويطلع في النهاية نتيجة الماتش نتيجة متوسطة، باهتة، ضعيفة للغاية. مساء الفل عليكم، يا رب كل الناس تبقى بصحة وبخير. حلقة جديدة من حلقات كلمني كورة. نور يا شيخ، بنورك يا عامل سلمى، إيه؟ عامل ايه؟ اخبارك انت؟ ايه؟ كل وحشني بخير والله، كله حبيبي زي وانت الفل، اكتر. والجماهير وحشانا طبعا ويا رب اكيد. كل الناس تبقى بخير إن يا شاء رب ان الله. شاء الله. حلقة النهاردة وحلقة زي ما قُلت كده، هي كانت تحضيرية شوية واتكلمنا هنا عنها يعني، إن إحنا كنا عايزين نتكلم شوية في الإعلام الرياضي. الintro اللي أنا دخلت واتكلمت فيها ديّة أو كانت سبب المقدمة، هو إن دي كانت تمهيدي شوية لكل الأحداث اللي كانت بتحصل ما قبل مباراة القمة وما بعدها بحبة حلوين. هتقول لي طيب ناس كتيرة أوي ممكن تستغرب إحنا طالعين متأخر ليه؟ أنا هاتكلم في نقطة صغيرة في وجهة نظري يعني صغيرة بالنسبة لي أنا وما أعتقدش الشيخ هيختلف معايا فيها. بالبلدي كده الطبق اللي هو بيبقى مزفّر كُلّه شوية ده وفيه أيادي ياما بتتدب فيه، أنا واحد من الناس ما باحبش دايمًا أبقى مشارك في الحاجة من النوع ده، وبتبقى ريحتها كمان زفرة يعني. فحبينا إن إحنا الهدوء الدنيا تهدى والأمور تهدى خالص، ما بعدناش أوي، قمة راحت واحتمال كبير أوي يبقى في قمة جاية، فحبينا نتكلم على ماتش القمة بس من منظور مختلف، ألا وهو منظور الإعلام الرياضي اللي أنت كنت حابب تتكلم عليه وتدُق عليه من زمان أوي، صح. ونوّهنا عن الموضوع ده في فترة قديمة كده وفي بداية الحلقات، وقُلنا إن إحنا هنتكلم عنه في حلقة لوحده. حاصل. الإعلام الرياضي يا عم أحمد، شايف إن اللي حصل في كل الأحداث ما قبل وما بعد، مودّينا على فين؟ وهنطلع إمتى من الblack hole دي؟ انا برحب بس بالناس طبعا بتتفرج علينا، حبايبنا طبعا واخواتنا، وبتمنى يعني تكون الحلقات اللي فاتت عجبتهم يعني، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل يعني إن شاء بالنسبه لهم، الله. ونبقى عند حسن ظنهم يعني. يعني اولا كده حته الاعلام الرياضي طبعا انا كنت حابب اتكلم فيها في حلقه منفصله. سبحان الله هي جت يعني لحد عندنا، وجت باحداثها وبضجتها وبترنداتها باللي حصل قبل وبعد الماتش. يعني يمكن هقول لك قبل الماتش كان عادي طبيعي، سوبر افريقي بين الاهلي والزمالك، اكبر فرقتين في افريقيا. طبيعي جدا ان الحدث ده جاي بعد برضه نهائي القرن اللي حصل في دوري الابطال. كانت الناس مستبعده جدا انه يحصل تاني مواجهه افريقيه تحديدا في دوري الابطال، لكن كانت متوقعه ممكن في السوبر الافريقي، حصلت قبل كده زمان طبعا. والزمالك كسبها برضه. لكن هي الفكره كلها، ان انا بالنسبه لي ما قبل المباراة طبيعي، يعني ممكن أشوفه طبيعي، أكبر فرقتين في أفريقيا، بداية الموسم ما كانش فيه أصلا أحداث أخرى كتير قوي موجودة في الوسط الكروي المصري بشكل عام. خلانا إن إحنا كل السبوت تبقى محطوطة على اللقاء القمة بتاع السوبر الأفريقي ده. فيعني أنا بالنسبة لي اللي حصل بعد المباراة هو ده اللي مضايقني جدا، وهو ده اللي أنا عايز أتكلم فيه. بس قبل ما أتكلم فيه بقى عايزك هنا، إحنا هنقف سريعا جدا على الكلمة اللي انت قلتها، حتة المستوى الفني في الاخر ما بيدينيش اللي انا عايزه. احنا حتى الحلقة اللي كانت قبليها اتكلمنا قلنا يا ريت احنا عايزين نتفرج على وجبة كروية دسم. دسمة، ما لقيناش أيوه. اي دسامة للاسف، بقت خالي الدسم تماما يعني. حاجة تزعل، مش حكاية عشان الاهلي خسر والكلام ده كله، الناس عارفة ان احنا اهلاوية جدا وكل حاجة، لكن فعلا بجد يعني ما الاهلي كسب. ما طبعا يعني مش كل مرة محتاجة، بتطلع لا كده. وهي الناس عارفة كده كده والله. لكن هي الفكرة بالنسبة لي، احنا زي ما احنا بنقول اسمنا كلمني كورة، والله ما قايلينه كده. ويعني سبحان الله احنا لما اخترنا الاسم ده يعني انا وانت، وانت وافقتني عليه جدا يعني، جاء من حته الاعلام الرياضي نفسه. من كتر ما الاعلام الرياضي ما بيتكلمش في الكوره، جالنا او جاي لنا الاسم ده. لما اول ما قلته لك حتى انت أيوه. قلت لي قلت لي لا هو ده خلاص، يعني أيوه. انا مش هناقشك، لا هو ده فعلا. يعني كان في أسماء كتيرة اتطرحت أنا وأنت وقُلنا أفكار، بس كان صحيح. ده فعلًا أقرب واحد
للفيجن اللي احنا بندور عليه. بالظبط كده. فانا بالنسبه لي بس الفكره ان حتى عشان بس اوضح للناس ان هي مش حته بقى احنا حياديين، لان هو اسمه كلمني كوره، احنا بنتكلم كوره فعلا، اه اهلاويه بس احنا بنتكلم كوره وبالفير يعني. انت دلوقتي ماتش الاهلي اللي كان في السعوديه برضه بتاع الكاس اللي خلص 2-0 الاهلي كان وحش جدا فنيا جدا. اه صحيح احنا ما كناش لسه اتكلمنا ولا عملنا البودكاست ده، بس الماتش ده كان فنيا برضه متواضع، متوسط فنيا زي الماتش ده. انت شايف الماتش ده سريعا كده يعني بعد كل الضجه وزي ما اتكلمنا، عشان هنروح بقى للخطوه اللي بعديها ما بعد المباراه، طبعا شايف الامور يعني في المباراه كانت عامله ازاي برضه يعني؟ بص يا عبد، هو انا دايما يعني كان لنا غرض ان انا طبعا متاخر، اي نعم سبق السيف العزل، واحنا بنتكلم متاخر قوي في ماتش الاهلي والزمالك، بس ده كان ليه غرض. وانا قلت للناس ان احنا ما بنحبش نخش، احنا مش الغرض ان احنا نعمل ترندات. هنتكلم يعني سريعا زي ما انت ما بتقول ان الماتش مستواه الفني يكاد يكون بيلحم في المتوسط، بس هقول لك شويه حاجات بسيطه عن قبل مستويات الماتش الفنيه يعني. ظروف الماتش ومعطياته هي لو اتكررت كده مليون مره مش هتدي نفس النتائج. زي ما احنا وانت انا اتكلمت في بنتكلم على في حلقه برشلونه، اتكلمنا لحد عن السوبر وسالتني متوقع ايه، قلت لك الماتشات الاهلي والزمالك مالهاش ستاندرد والثوابت بتاعتها مش معلنه، بس انت بيبقى عندك قدامك معطيات وظروف هي دي اللي بتحدد الماتش طالع ازاي. قلت انت لسه كنت بتقول لي ان ما قبل الماتش واللي حصل في الاعلام ده كان طبيعي، انا كنت بشوفه مش طبيعي لاسباب كتير. لان اول سبب وابسطه ان تمت ادارته، او الكلام اللي اتقال او شاع على كتير من امثله النجوم القدام بتاعت النادي الاهلي، ده كانت النتيجه اللي وصلت لعيبه النادي الاهلي للمرحله ديت. فده كان خارج السياق، او اول حاجه كانت اب نورمال او بره الطبيعي. معطيات الماتش كانت بتقول ان بسبب اللي حصل في الاعلان ما قبل الماتش هو ده اللي وصل لنتيجه الماتش كده. طب ايه اللي بره الثابت؟ اللي بره الثوابت هو ان انت تكسب الاهلي. اللي بره مش غرور في الاهلي ولا عشان احنا بنحب الاهلي، لا، هو على الماتش ده المعطيات بتقول بالسكواد زي ما اتكلمنا وبالتيم وبالاستقرار وبكل العوامل المعطيات الموجوده الاهلي يكسب مرتاح. الناس كلها خمنت ده. انما على ارض الواقع وما اثار قبل الماتش ب 10 ايام بنتكلم في مباراه لسه هتحصل، يعني اصلا مفيش حاجه المفروض تتقال. هو الناس عارفه مين هو سكواد الاهلي، الناس عارفه، كل متابعين الزمالك والاهلي برضه عارفين هو مين سكواد الزمالك. فايه اللي ممكن يحصل غير ان النادي الاهلي كان بادئ شويه ماتشات فمعروف هو ممكن يلعب بمين وايه السواد بتاعته، الزمالك كان عنده كام صفقه جديده. فدايما كنا بنقول ان اللي بره الثابت او اللي بره الستاندرد هو ان الزمالك بمعطياته وظروفه هو يكسب الماتش، مش تقلينا في الزمالك لا، على حسب حالته هو كانت عامله ازاي. وقلنا ونوهنا اللي واقف على رجله، اللي ثابت اكتر، اللي مركز اكتر، واحنا اللي قلنا ان فايق. الماتش نفسي في الاخر. الله ينور عليك. اللي فايق صح هو اللي هياخد الماتش، اللي ستاند اب واقف على رجله مظبوط ومركز. فكانت النتيجه ان الزمالك بدون بقى الدخول في فنيات كتير، لان فنياته اصلا كانت بسيطه، الماتش خلص تعادل. الزمالك على مدار الشوط الثاني كان بيلعب او لعب حوالي 30 او 25 دقيقه استحواذ بلا خطوره، باستثناء كره نفسه انانسي اللي جت منها الجون، ومن خطأ يعني عشان ومن بس خطا، من من خطا خطأ دفاعي للنادي الاهلي. طيب الزمالك كان افضل، كان افضل بسبب ظروف تانية، مش بسبب السكواد او بسبب، لا، بسبب ان هنقول ان المدرب بتاعه ذاكر تمام وعارف الاهلي، وماتشات الاهلي المدرب جوميز بيلعب في الادوار الاقصائيه كويس وبيذاكر كويس وبيفهم الفريق المنافس كويس، بس نفس مش طويل في الدوري. وده كانت بنتائج برضو الدوري اللي فات. آه فرقه الزمالك كانت نازله جعانه، كانت نازله متحفزه، عندهم غل للماتش وعندهم غل للكوره، وده نابع من اللي حصل في الاعلام الرياضي ما قبل الماتش. ولكن في النهايه اللي فاز هو اللي كان يستحق. واحنا قلنا على فكره يا جماعه احنا الراجل ده اهلاوي صميم وانا اهلاوي صميم، مش هقول برضو باخلاق الاهلي ولا باخلاق الزمالك، باخلاق الناس اللي بتفهم كوره، باخلاق بكلام الناس الكوره، الله ينور عليك، بكلام بطبيعه الكوره يعني. اخلاق الناس بغض النظر عن التعصب بقى يا جماعه، واللجوء للتعصب واللجوء للي كان الاعلام الرياضي بيعمله، والعصبيه اللي شاحن فيها الناس للمستوى ده. الطبيعي ان الناس، ان انا لما ابقى مش في يومي، وعلى فكره 90 او اول مره اشوفها 90 او 95% من جماهير الاهلي مع الزمالك يجمعوا على ان الاهلي ما جاش الماتش.
11 لعيب ومعاهم المدرب ما حضروش، لم يحضر احد. فكان طبيعي ان لما انت تكسب وانت حالتك افضل مني وانت فايق، انا هقول لك مبروك وشابوك، وكمان زيد على الشعر بيت، هوسع لك علشان تحتفل وتعيش براحتك. ده حقك ان انت راجل كسبان وفارض اسلوبك وفارض جيمك. بس نرجع ونقول تاني، الجماهير، الافراط في الفرح دي انا برضه ما اقدرش يعني نعمل عليها كنترول، لان اللي بيتفرج كده كده بيتفرج بشغف الكوره وبحب الكوره، هو بيتفرج عشان بيحب فرقته فبيشجع، تمام. فطبيعي يفرط في الفرحه دي. زائد ان فرقته كانت بعيد بقى لها كتير. هنبني ايه على الماتش؟ هو الماتش زي ما قلت لك احنا ما فيش فيه فنيات كتير. الماتش خلص بلانتيات. الزمالك على مدار ال 90 دقيقه هو ما قدرش يجيب غير جون التعادل. النادي الاهلي كان بعيد فنيا زي ما قلنا، وكولر لازم يتخلى عن تحفظه. بس انا هقول لك طبعا تحفظه بعد ما اديك الكلمه، هقول لك تحفظه ده ليه وعندي اسبابي ليه. الزمالك بمنتهى البساطه لقى ان اسكواد الاهلي الخطوره بتاعته تكمن في لعيبه نص ملعب واسامه ابو علي. طب انا هرهق اللعيبه دي ازاي؟ ان انا اعمل باص عرضي، باص عرضي من الشمال لليمين ومن اليمين للشمال لحد ما اسحب وسام عندي، واسحب لعيبه نص ملعب امام عاشور او ايا كان اللي هيديله المسانده من نص ملعب عندي. اصبح نص ملعب بقى فاضي، اقدر العب لناصر ماهر او ناصر ماهر ينزل يستلم مع عبد الله السعيد ويديني الانشبايه الطويله او الثرو باص اللي جوه ال 18. ده اتلعب على مدار 90 دقيقه في 3 4 كور الشوط الاولاني على الشوط الثاني، من ضمنهم كره الهدف. بس الزمالك كان مركز اكتر. هل لو كانت المعطيات غير كده في الماتش ده كان ممكن الزمالك يكسب؟ انت شايف ايه؟ والله انا يعني هقول لك كلام سريع فني برضو عن مش هيختلف كتير عن اللي انت قلته اكيد، لان انت قلت كل حاجه ما شاء الله يعني. القصه كلها كانت في الماتش. حته بس ما قبل المباراه دي، يعني فكرتها بالنسبه لي يا اسلام ايه؟ مش هي حته الاعلام الرياضي بمعنى الاعلام الرياضي، ولا الاعلام الرياضي قصدي تسليط الضوء على المباراه والكلام عن المباراه كان طبيعي. هو زي يمكن زي ما انت قلت، هو الناس اللي كانوا يعني ممكن من ضمنهم ومعروفه يعني ان احمد بلال اكتر واحد اثار الجدل يعني بتصريحاته. آه، تصريحاتهم جدليه شويه طبعا، وكانت هي سبب ان بتدي طمانينه زياده قوي للجمهور الاهلي، اللي فيه برضه جزء منه كبير للاسف كان عنده الطمانينه الزياده دي، بدليل اللي هو انا هكسب 3 وهكسب 4 والكلام ده كله. لكن هي الفكره انا بالنسبه لي ده مش غلطه من الاعلام، يعني عشان ابقى فيه بقى الاعلام الرياضي كده كده سيء وانا عايز اتكلم عليه من زمان، ومش الاعلام الرياضي الكروي طبعا يعني انسى وهنستفيد، يعني لسه ما قلناش حاجه يعني. لكن انا الفكره بالنسبه لي طبعا تسليط الضوء عليه هو كان كتير، وزي ما قلت لك عشان حته ان ما كانش فيه اصلا احداث رياضيه في الفتره دي، وده ماتش طبعا بين اقوى ناديين في افريقيا، فطبيعي جدا يبقى عليه تسليط الضوء ده. يعني طبعا بالاضافه لرعايه موسم الرياض طبعا للحدث بيفرق كتير، وعنده طبعا الدعايه والماركتنج بتاعه اللي بيخلي اصلا الحدث يعني يتضاعف كاهميه يعني اكتر ما هو مهم طبعا. فانا بالنسبه لي التصريحات دي زي ما انت قلت كانت خطا، وخطا كبير جدا طبعا. بالاضافه يعني قبل ما اخش في تفاصيل بسيطه جدا للماتش، بالاضافه للعيبه الاهلي بتعمله بعد ضربات الجزاء، ده خطا كبير جدا. عمر ما الاهلي، ومش احنا اهلاويه تاني، مش عشان احنا اهلاويه، عمر ما لعيبه الاهلي يعني، واتحداك واتحدى اي اهلاوي بيتفرج علينا وبيتابع النادي بشكل كبير جدا يكون شاف لعيبه الاهلي بتعمل الحركه دي. اللعيب لما بيجيب بلانتي يا بيحمد ربنا على احراز ركله الجزاء، يا اما بيروح للجون، يا اما لزمايله يحفزهم ان هو يمشي على نفس الوتيره يعني في الضربات اللي بعديها. لكن ان انا اجيب جون واقوم جاي عامل كده وبتاع، لا ما يعني مش حلوه يعني. هو للاسف بقى يعني يطلع واحد برضه اعلامي مثلا كابتن او استاذ ايهاب الخطيب يعني طلع يقول لك بيقلد ستيفن كيري، كيري ايه وجبنا كيري ايه ولافاش كيري ايه. لعيب الباسكت ستيف طبعا كيري ستيف كيري طبعا، النجم الشريف طبعا بيعملها على طول بعد الثلاثيات طبعا يعني حاجه جباره. فهو بيقول لك ان يعني هو ده احتفاليه وبيعملها، لو انا عايز اعمل الاحتفاليه دي اعملها في جول يعني مفيش مشكله يعني. انت فاهم قصدي يا اسلام؟ فاهم. انا حتى في يعني وزين احداث الماتش في وسط احداث الماتش جبت جون بدري متاخر ايا كان اعملها مفيش مشكله، دي احتفاليه وهحتفل بيها مفيش مشكله. لكن انا اعملها بعد ضربه جزاء والاول يعملها والتاني عمر كمال يخش يقوم برضه اعملها نفس الطريقه، طب انتوا يعني خلاص انتوا يعني بتدوا ايحاء للناس ان احنا كسبانين يعني باقل مجهود. طبعا ما فيش كلام يتقال، الناس كلها عارفه والناس كلها اتكلمت. الاهلي فعلا ما حضرش الماتش، ضغط عالي اللي احنا اتكلمنا فيه، وان ساعات كولر بيطبقوا في اول ربع ساعه من الماتش مش موجود، ولا ربع ساعه ولا تلت ساعه ولا الشوط الثاني ولا موجودين يعني. وسام ابو علي في اوقات كتير قوي لو كنت تشوفه بيعمل ضغط، بيحاول يعمل ضغط لوحده فردي ما بيقدرش تعب يعني، كانت واضحه جدا.
زي ما قلنا الزمالك انت قلتها خلاص استحوذ الشوط الثاني فعلا فتره تلت ساعه 25 دقيقه استحواذ، للاسف ما كانش برضه ايجابي قوي على الجول او ما شفناش منه خطوره، باستثناء كره ناصر منسي اللي جت في الاخر يعني بخطا بدا من يحيى طيط الله، وهو خطا مركب لحد ياسر ابراهيم. وطبعا ناصر منسي قطع من قدامه والقطعه كانت حلوه، قدر يجيب بيها الجون. فعشان كده احنا طبيعي جدا بنقول مبروك لنادي الزمالك، ما فيهاش اي مشكله. المشكله بقى كلها بالنسبه لي في حاجتين، ان الناس ما اتكلمتش فني عن الماتش، ما حدش قال ان الماتش متوسط فنيا، وهو زي ما انت قلت يا دوبك وصل للمتوسط فنيا، وبيوصل كده عشان ايه؟ عشان اسم الناديين مش اكتر. انت عارف لو الناديين دول تشيل الاهلي والزمالك وحط اسم الناديين تانيين بيلعب، ولا اي حد. ما حدش اصلا يعني هيقول لك ايه ده، يعني الناس هتطلع تقول لك ايه ده، فاهم يعني؟ انا معلش لما يجي منظر الكوره المصريه انت جايب كاكا بقى يحلل، هو ده اللي كنت اتكلم فيه، موسم الرياضه عنده وجبات كبيره ويا والدنيا، اما يجوا يتفرجوا لا كوره ضعيفه يعني، مش دي الكوره اللي احنا نتمناها، وخصوصا ان احنا عندنا احسن من كده. ماتشات القمه ما كانتش كده، ماتشات القمه حتى لما كان بيبقى في فارق في المستوى ايا كان يعني، حتى لو قبل الماتش بيقولوا كانت تطلع احلى من كده. يعني زي ما قلنا ماتش السعوديه لا برضه كان قليل فنيا، لولا ان قفشه وامام عاشور في اخر المباراه اخر 10 دقائق في المباراه هم جابوا جونين، فالماتش اتعمل له بس ايه يعني اخر 10 دقائق المباراه حصل فيه سسبنس بس مش اكتر من كده، فاهم؟ ان هو اتحول يعني في تغيير بالظبط كده. لكن غير كده فين الوجبات الكرويه ده اسمها، فين الماتشات، فين الكلام ده كله مش موجود. زائد ان انا حته برضه السعوديه دي، انا لما يكون الماتش عندي بالجمهور هنا في مصر بيفرق كتير قوي يعني. انا بشوف كده يعني. لكن انا هكلمك عن ما بعد المباراه. ما بعد المباراه احتفل يا سيدي براحتك، تمام مفيش مشكله، ده طبيعي جدا حقك مفيش مشكله. بس الاعلام الرياضي بقى هنا همسك لك بقى في الاعلام الرياضي، ايه طريقه طرح الحلقات نفسها، او ان انا اجيب اللعيبه اسئله معينه جوه الماتش وخارج الماتش شويه مثلا، ايه هدفي انا بقى من الكلام ده يعني؟ انا عايز ايه؟ انا هل عايز ترند؟ ماشي انا معاك ان دلوقتي البرامج كلها بتدور على اعلانات وبتدور على الترند وبتدور ان يبقى في جمله معينه او سؤال معين اتقال في الحلقه يعمل ريتش عالي ويعمل ترند ويقلب الدنيا، لكن مقابل ايه وعشان ايه؟ وهل انا برضو بعمله بطريقه ذكيه؟ وهل انا اعلامي ذكي شاطر، ولا انا بتكلم كده لمجرد ان انا عايز الحته بتاعت الترند دي وخلاص؟ انا هتكلم كتير طبعا، بس يعني عايز اقول لك انت في الحته دي شايفها ازاي يعني؟ بدات ازاي دي؟ طبعا يعني قعدت معانا فتره طويله قوي الاعلام الرياضي، يمكن لحد ما نيجي نسجل النهارده يمكن الموضوع لسه خلصان من 3 4 ايام بس يعني. والله يا احمد بص، هو خلص الغرض. الناس لدرجه في الاعلام نسيت ان كان في تجمع للمنتخب. يعني انت الحته دي برضه بتثيرك جدا في الكلام. انت عارف يا جماعه احنا عندنا منتخب. محدش جاب سيرته، فاهم؟ خلاص قالوا قيمته بس. هو احنا ستيل بنتكلم، ولحد بس ما ماتش المنتخب كان من قيمه يومين. لولا ان تجمع المنتخب كان موجود ما كانش حد اصلا وقف. والله وفي تجمع المنتخب كان بيحصل ده وهو واقف يعني كده يعني. وده ولحموا في امام عاشور ما اتاخدش المنتخب واخد دونجا مكان. يا جماعه اللي بيحصل ده بيثير غضب الناس وما بيحلش حاجه، ده بيثير التعصب. احنا بنحاول نقول قدر الامكان قللوا التعصب، قللوا التعصب، لموا الليله. خلي دايما يبقى كلامك عقلاني في غرض منه، اوصل معلومه للمشاهد، اوصل له درس مستفاد، اوصل له يا عم لو مش عايز توصل ما اسيبش الغلط، ما اسيبش الناس. اصل امام عاشور قال، اصل امام عاشور راح، لدرجه ان هم طلعوا في الاعلام والناس برضه. ما هو ده بيتاخد، الناس بتغضب وبيزيد الغضب من الاعلام. وصلت لمرحله ان الخطيب ما عملش حاجه، الخطيب لازم يمشي، اداره الاهلي سيئه، لعيبه النادي الاهلي بتحضر الفرح وبتحضر الطابور وبتحضر بافتتاح البدل. ايه يا اخوانا مالكم في ايه بس؟ هم الناس اللعيبه دي عملت ايه او جايبه ايه برضه في الاخر والكلام بقى؟ كنت لسه هقول لك اللعيبه دي عامله هيستوري السنه اللي فاتت واللي قبلها والسنه اللي قبلها، والراجل اللي معاهم كمدرب انا حتى بقول كولر، كنت لسه بقول لك هاخد منك الحته بتاعت كولر، هو ليه محتاج يتخلى شويه عن مبادئ الدفاع بتاعته بعد ما بيجيب جون؟ هو ولا منه امن الجون ولا منه عرف يامن الماتش. يامن الجون بانه يجيب هدف تاني، ويامن الماتش انه يطلع بيه 1-0. هو قرر فجاه انه يدافع او يجيب الفرقه كلها ويرجعها لورا لانه شايف ان اللعيبه مش في حالتها. فكر هو ده اسلوبه في كل الاحوال، انا اجيب جون. هو بيعملوا كتير في الترجي، بس على الاقل الفرقه بتبقى ماسكه نفسها وبتعرف تطلع مرتد كويس. هي الفرقه ما جاتش اصلا، فانت المفروض كنت تفوقها بضغط عالي او تفوقها حتى بالكلام جوه الملعب يعني. هو زي ما انت قلت كانوا غايبين يعني، هو بما فيهم كولر يعني بالظبط. بيحضر احد، وده بسبب زي ما احنا قلنا ان انت مستسهل
استسهال الامور دي مش موجوده في الاهلي. وعلى فكره حتى لو بتحصل بعد بطوله دايما يا اسلام بنلاقي الاهلي دايما، وانت عارف الكلام ده كويس وبتتابع كويس، دايما بتلاقي الاهلي بعد الماتش مش حكايه ما بيحتفلش، كمان لما بيرجع يلعب في الدوري مثلا بيبقى لسه واخد بطوله افريقيا دايما بتلاقيه الماتش اللي بعد كده الماتش برضه ايه مريح شويه. ده طبيعي وبيحصل حالات من التشبع وحاجات دي طبيعيه جدا بتحصل، لكن انا كنت مستسهل بزياده. أوي. انا مش مستسهل عادي، انا مستسهله بزياده. بعدين من الاهلي من امتى ما بيحترمش الفرق اللي قدامه؟ مش عايز اقولها يعني للدرجه دي برضه عشان الناس ما تاخدهاش، طبعا الزمالك اسم كبير وده موجود، لكن احنا للاسف في الاعلام الرياضي عايزين ناخد يعني بناخد زي ما انت قلت بناخدها في سكه وحشه قوي. بناخدها ان احنا الجمهور بتاع السوشيال ميديا اللي احنا كنا يمكن في اول حلقه خالص اتكلمنا عليه وقلنا ان هو برضه زي ما احنا بنتكلم عن الاعلام الرياضي لازم الجمهور ده يهدى ولازم الجمهور ده يعقل. ما الجمهور ده بيسخن او بالظبط. الله ينور بيسخن عليك. مننا، بيسخن بسببك. انت بتقول كلمتين 3 بقوا ترند، الجمهور سخن، هنقعد بقى نمسك السوشيال ميديا، نمسك الفيسبوك تقطيع في بعض. ونقعد نقطع في بعض. ايه ده، يلا اللي فرقه امام عاشور ما راحش المنتخب يا جماعه. طب خلاص خلصنا الماتش الاهلي والزمالك، خلاص مبروك للزمالك وهارد راك للاهلي. ده عنده مساوئ لو اتفقنا فلازم- نتكلم بقى الكوره لازم. ونقول ان الماتش قليل فنيا. بالظبط، ده عنده مساوئ فلازم يصلح، وده عنده مكاسب من بدايه النقطه دي لازم يبني عليها. الله ينور. يلا بينا بقى، تعالى كلمني على الزمالك. هل هيبني على المكسب ده ولا هيبقى هي دي نقطه النهايه وهيقف ومش هيكمل؟ عشان انا برضو تتفاجئ من جماهير السوشيال ميديا برضو والاعلام بيصدر ده ويأكد ده، يقول لك كده الزمالك خلاص احنا اعظم نادي في افريقيا، احنا اعظم نادي في معلش انت كنت بتقولها لي اصل والله بنساها. لا هي بص الحته طبعا اللي هي وصلت لرئيس النادي، وانا كنت عايز اجيبها لك بالتدريج يعني ناخدها من وش. الاعلام الرياضي المذيعين لحد ما نوصل لرئيس النادي. يعني انت متخيل الموضوع واصل مع الاعلام الرياضي لحد رئيس النادي. يعني انا معلش يعني ناخدها بدايه من حسين لبيب. انت كابتن حسين لبيب لما يقعد في برنامج مع سيف زاهر وابراهيم عبد الجواد ويقوم جاي قايل الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، تمام، انا ما عنديش لحد هنا احط فول ستوب كده، تمام جدا، شيء جميل ان انت تفخر بناديك، لا شيء جميل جدا انك تفخر بناديك وتبقى شايفه احسن نادي في الدنيا، وده الطبيعي وده اللي يخليك دايما شغال يعني بشغل بتركيز عالي، وانك دايما عايز النادي بتاعك ايه لفوق. هي الفكره كلها ان انا ما وقفتش عند دي. انا قدامهم قايل ايه بعد الجمله دي؟ قمت قايل ايه بعد اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ تخيل قال ايه بقى انت؟ اللي ما يتفقش على الكلام دوت يبقى ما بيفهمش كوره. بالظبط، مش ما بيفهمش كوره عشان بيتكلم في العموم. قال الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، واللي ما بيتفقش مع الكلام ده يبقى ما بيفهمش في الرياضه. في الرياضه عموما كمان. واللي خلينا في الكورة بس. لا وتخيل بقى الاكبر. بقى يعني انا شخصنتها في الكوره عشان احنا الكوره. لا عارف الرياضة اتقالت بشكل كده عام. بشكل عام. زائد اتقال ايه كمان بعديها؟ اتقال واللي هيجادل تمام او يقول كلام عكس ده في الاعلام او يطلع يتكلم انا هستبعده من المشهد الرياضي. لا معلش يعني انا هنا بقى اقف كتير قوي يا كابتن حسين لو تستبعده. وانت هل انت اللي بتدير الاعلام في مصر؟ هل انت من حقك ان اي حد تحجمه في الكلام يقول ايه وما يقولش ايه؟ هل انت من حقك تقول اللي يعارض كلامي ما بفهمش في الرياضه؟ ازاي الكلام ده؟ وعايز اقول لك ما هو بسبب حاجه زي دي انت بقيت ترند على يا ريت في مصر هنا بس. انت عندك سيفيا، مانشستر يونايتد، استون فيلا، كل دول بقوا يطلعوا فاهم صفحاتهم بالعربي يكتبوا كده هي جت عليا انا اكبر قلعه رياضيه في اسبانيا. والله سيفيا انا مش بهزر يتفرج على الكلام ده. لا ده ضحك يعني. هو الموضوع وصل ان هو ضحك وكوميديا. وليه وصلنا نفسنا لكده؟ يعني احنا بنوصل نفسنا في مصر دايما ان احنا بنروح في حته ان الناس تضحك علينا. بالظبط كده. الناس فعلا بره يا جماعه والله بيضحكوا علينا بره. مفيش الكلام ده يا جماعه، مفيش الكلام ده. واحنا اتكلمنا عايزين نزق الكره لقدام هنزقها ازاي؟ مفيش الكلام ده بره والله. زي ما قلت لك مانشستر يونايتد نفسه قال لك انا افضل نادي في انجلترا وفي اوروبا، افضل قلعه رياضيه. استون فيلا قال لك انا افضل قلعه رياضيه في برمنجهام سيتي. مش في كل واحد بياخدها بطريقه. عايز اقول لك طب هقول لك اللي يقول غير كده يبقى ما بيفهمش كوره. لا ما خلاص بقى. ما هي وصلت ليه ان هي يحصل كده؟ عشان هي الجمله اللي قالها بعديها خلت الناس كلها تطلع طب انا بقى احسن قلعه رياضيه بقى. ما كل واحد بقى بيقول، ما هو قال لك ما هو انت اللي بيقول غير كده اي كلام تاني بقى ما بيفهمش في الرياضه. طب بقى خلاص بقى كلنا نقول ما هي العمليه كده. فهو الموضوع وصل لسخريه وكوميديا، ودي حاجه مش حلوه يعني. الناس حتى لو بتضحك وانا بضحك عليها في السوشيال ميديا، وانا دلوقتي بقول لك انت بتضحك، بس يعني في الاخر احنا بالنسبه لنا حاجه ما مش مرضيه يعني. لما انا يبقى كل حاجه بتحصل في الوسط الرياضي عندي هي عباره عن كوميديا متصدره، كوميديا خام للناس بره انها تضحك علينا. طب احنا فين؟ هنزق الكوره ازاي؟ هنعمل ايه يعني؟ انت متخيل؟ انت بقول لك حاجه بسيطه جدا. انت متخيل ان بتروجيت بيلعب الزمالك ودي استعدادا لكاس السوبر المصري؟ كسبوا. كتب ايه؟ كتب تم ترميم قلعه الزمالك بعد الفوز عليه وديا. طب يعني انا نفسي افهم انت يعني وصلت الناس بايه؟ انا قلت لك فول ستوب لحته انا اكبر قلعه رياضيه في مصر. يا عم شابوه وتعظيم سلام، وانت شايف ناديك كده و100 100.
لكن ايه اللي بعديها انا وعلى فكره بقى اللي يضايقك اكتر بقى، يعني انت شوف هو ده بقى اللي بتكلم فيه الاعلام الرياضي، ده تصريح في الاخر لرئيس نادي قاعد ممكن يكون انفعل شويه، ممكن كان شايف ان الناس جت على الزمالك. يعني شوف انا بقولها لك برضو بجميع وجهات النظر، ممكن يكون شايف ان الناس جت على الزمالك شويه في الكلام ما قبل المباراه بطريقه زي ما احنا قلنا ولومنا التصريحات دي، فكان متضايق شويه. لكن انا مثلا كسيف زاهر وابراهيم عبد الجواد لازم اعرف، لازم اعرف الم الحوار ازاي، ولازم لما اجي اطلع في برنامج تاني انا كابراهيم عبد الجواد مثلا وممكن ميدو نفسه لما اجي اتكلم عن الموضوع ده او اقول ايه رايك في الحديث ده، اقوله بقى الصح بتاعه، اقوله للناس الصح بتاعه. انتوا سبتوا الناس غرقانه في حته ايه، خلاص كده وقفنا عند دي. لا، الناس اللي بتهاجم وجمهور الاهلي اللي بيهاجم معلش لا عنده حق يهاجم، وجمهور الاتحاد عنده حق يهاجم، والناس اللي عملت كوميكس على الكلام ده وحقها تعمل كده، لان الجمله اللي بعديها دي مرفوضه رفض تام. يعني انا اجي اتكلم مثلا احنا هنا في البودكاست مثلا نقول راينا في لعيب مثلا كوره في مصر عموما، عمر مرموش مثلا صلاح ايا كان اللي بيتقال، يعني ومش هقول لك دول يا عم لعيبه النص مروان عطيه وليكن مروان عطيه، مروان عطيه والله احسن لعيب سته في مصر، واللي بيقول غير كده يبقى ما بيفهمش في الكوره. هل ده تصريح؟ ده تصريح مثير جدا للعصبيه، بالظبط، انا شايف انه احسن واحد رقم سته مثير على عصبيه الجماهير المنافس، عموما. مثير لعصبيه اي حد بيتكلم في الكوره. ايوه بالظبط، هي مش حكايه منافس والله، هي مش حكايه منافس كمان يعني ما انا بتكلم مثلا طبعا مروان يعني. عطيه بينتسب للاهلي، ما اكيد. فطبيعي اي حد ممكن في الزمالك يشوف ان دونجا بما انه لاعب رقم 6 هو احسن لاعب في مصر. تمام. طب ما انا لما تصريح يطلع من حد رياضي، بلاش من اعلامي رياضي، من حد رياضي في الوسط، ولو ان انا طبعا متحفظ ان رئيس نادي تاني اكبر قلعه رياضيه في مصر يطلع يتكلم في حاجه شبه دي. بلاش انت هتدبسنا ولا ايه؟ بلاش تاني اكبر قلعه رياضيه في مصر، او من ضمن القلاع الرياضيه في مصر اللي ليها حسابها ولها تاثيرها نادي الزمالك، عشان ما حدش يزعل يا جماعه. لا لا عادي، انا بهزر طبعا، شفت حد الموضوع. عمره يعني معلش، ما حد من الجمهور عمره شاف النادي الاهلي بيقول تصريحات غير مسؤوله شويه دي؟ ما هو احنا دايما معلش علشان برضو ما حدش يتضايق مننا، ليه بنقول ان الاهلي دايما فارق؟ ليه الاهلي دايما بيبقى سابق؟ ما هو سابق عشان الحاجات دي والله. بس عشان السفاطر ده. ايوه بس علشان لما حد بيطلع، حتى لو هنرجع تاني بالشريط لورا شويه، ايام مرتضى منصور لما كان على اداره الزمالك وكان بيطلع يقول تصريحات، ده كان معمول له قناه بحلقه كامله كل يوم بيطلع يتكلم فيها لمده نص ساعه او ساعه، لحد ما الاعلام الرياضي او محكمه لا كان هجوم مباشر لرئيس كل النادي يوم، الاهلي مباشر يوم كابتن محمود كان الخطيب. بيبقى موجه لناس بالاسامي بالاساءه، والناس كلها عارفه، وناس كتير جدا من وسط المتابع للكره في الزمالك بيبقى قاعد مستني الراجل ده، قاعد مستني يشوف هيقول ايه، لحد ما طلعت المحكمه الرياضيه في الاعلام وقامت قايله الراجل ده ما يطلعش في التلفزيون، بقى مخصصين له نص ساعه او ساعه الا ربع في التليفون، برضه ستيل مكمل. طيب هو كان بياخد الستارت وقص الشريط ويطلع يتكلم، وكانت الناس اللي في الوسط الاعلامي او في الوسط الرياضي مديون له الفرصه دي، كان بيطلع قصاد منه النادي الاهلي لما كان بيرد وبيتمثل الرد في كابتن سيد عبد الحفيظ، يعني ربنا يكرمه كده ان شاء الله في مشواره الجديد، كان بيبقى ليه حق الرد في اللي بيتقال في حق النادي الاهلي. يعني الراجل ده كان مصرح ليه انت ليك حق الرد في اللي بيتقال في حق النادي الاهلي بما لا يخل السياق العام او عمر ما الادب كان العام. بيقلل مثلا من نادي الزمالك في تصريح او حاجه، لا. ف برضه هي الفكره مش في كده يا اسلام. الفكره ان انا عايز اخلي الناس دايما تبقى هدفها ان احنا الكره المصريه نشوفها في احسن حته، هي دي اللي انا عايز يبقى هي دي سلوجان، هو ده الشعار بتاعنا. ده مش موجود وده مش بيحصل، وللاسف احنا لما بدانا البودكاست بتاعنا واتكلمنا في كل الحلقات عن كده، حتى انت منزل عنوان الحلقه الكره المصريه هتنجح امتى؟ امتى؟ ما هي دي بقى امتى، يعني انتوا عايزين ايه بقى؟ هتنجح امتى الكره المصريه دي؟ لا احنا كده بالطريقه وبالوتيره اللي احنا ماشيين بيها دي، لا احنا مش هتنجح خالص. معلش انا ازاي لعيبه المنتخب، معلش بقى ده مثلا مش عارف ازاي ما بيجيش في بال البعض يعني. ويمكن زي ما قلت لك كده لعيبه كتير منهم شيكابالا مثلا لما يجي يقول الواحد مننا ب 20 والكلام ده كله، لازم على الاقل مثلا كباتن الفرق يبقى اكثر عقلانيه من كده. انت كابتن فريق، فانت مش دورك مجرد ان انت معلش انت في الاخر ما بتشاركش بشكل منتظم الفتره الاخيره، وانت نفسك طالع تقول انا حاسس ان انا بقى ليا دور خارج الفرقه وعلى الخطوط وبقف وبكلم اللعيبه وبحمس اللعيبه. طب ما حلو الكلام ده، يبقى انا برضو من ضمن ادواري ان انا لما اظهر في الاعلام اظهر بشكل
ما يعني ما اقولش كلمه مش محسوبه. هو ما بيظهرش على فكره في العالم كتير. لا ما انا عارف، بس مكالمات بقى تليفونيه خلي والحاجات بالك اللي انا هي بقول لك انت فرحان وفي احتفاليه وفي كل حاجه، ايه الواحد مننا ب 20 وايه الواحد ب 30؟ طب ما انت خليك برضه بالتالي بتخلي برامج تانية تطلع. مع احمد عادل ده ما طلع برضه مع بعيد سعيد مثلا يقول له ده الواحد مننا ب 20 قعدوا يهزروا، لا الواحد ب 30 يا سيدي انا معاك، طب مين يزود؟ طب قعدوا يهزروا قال له يا ربيع بتريش ناديك. يعني حاجات انا مش عايز ادخل فيها، بس في الاخر انت بتوصل الحوار عصبيه هو ده غير اللي مبرره. على الشاشات وخارج الشاشه مع الجماهير على السوشيال ميديا وعلى ارض الواقع. حصل. انا ليه بوصل الكلام ده كده؟ انا معلش يا ابراهيم فايق لما اجيب دونجا، ودونجا برده مثلا لعيب ما بيظهرش كتير اصلا، وطبيعي جدا اغلب اللعيبه في مصر واحنا عارفين الكلام ده كله، والناس كلها اللي بتتابعنا وبتتفرج علينا عارفه الكلام ده كله، ما بيعرفوش يتكلموا اغلبهم. تمام. 90% منهم ما بيعرفوش يتكلموا. ده حقيقي. 10% بس، ده لو ما كانتش النسبه اعلى من كده يعني، 10% بس اللي بيعرفوا يظهروا في الاعلام ويتكلموا كويس. فانا لما بستضيف لعيب لازم برضه ابقى خلي بالي. انا خلي بالي عليه ايه موضوع ان انا برضه عمال اقارن واقول تنصح ايه امام، تنصحه بايه وانت شايف ان في شده في الملعب؟ انت ايه الكلام ده؟ يعني ايه انصحه بايه؟ يعني ايه لعيب ينصحه بايه؟ ليه انت بتوصل او حاطط باسئلتك فاهم من ورا السؤال ده؟ انت حاطط ايه زي تاتش معين اللعيبه مش هتعمل غرض منتخب؟ ورا منه غرض. ما هو الغرض ايه؟ الترند، وان انا فارق عن الحلقه. شاهد ماذا قال دونجا عن امام عاشور، ما هو ده الغرض، ان بتقطع فيديوهات ويطلع ترند يتقال كده شاهد ماذا قال دونجا عن امام عاشور. منتظر ايه من دونجا يقول لامام عاشور وده في فريق منافس للفريق ده؟ يعني وغير كده انت اللعيبه دي مش مصريه بقى، ما هو ده اللي احنا بنقوله يا اسلام لما يروحوا مع بعض في المنتخب. يعني مثلا عايز اقول لك حاجه تانية، بما ان الحوار ده جايبين صوره لدونجا وهو قاعد مصاب على يعني هو وسط التمرين كده مع اوفا شوبير وهو قاعد جنبه، ويقول لك شوف كيف تجاهل اوفا شوبير دونجا. ما احنا وصلنا لايه بقى؟ ما انت قول لي يعني احنا وصلنا لايه؟ للي انا بكلمك فيه. انتوا خليتونا يا جماعه والله العظيم ثلاثه واصلين للمرحله دي، وخليتوا السوشيال ميديا بالاخر بالبلدي تاكل عيش على الحوارات دي. حصل. ايه بقى الاعلام ده؟ انتوا عايزين ايه؟ اطلع اتكلم عن اللعيب في احتفالاته وعن ناديه، مالكش دعوه بالنادي المنافس اصلا، ما تتكلمش عليه. خلاص ماتش وكسبته شكرا، احتفل وعيش وقول للعيبه انت شايف ايه وعم تتفرج على ايه وعايز ايه وشايف نفسك كويس. الفتره اللي جايه عايز ايه؟ الله ينور عليك. وخدت البطوله دي بتفكر اللي جاي فيه يبقى عامل ازاي؟ طموحك ايه مع فريقك؟ منتخب مصر هتعمل ايه معايا؟ الله ينور عليك. بس مظبوط لكن ايوه كلامك. بالظبط، لكن ان انا احط نفسي في حته ويقف يلف وده أكل ميداليه شاب. ويبقى عشان ميداليه غاليه لا انا قوي. بعمل ماتيريال للناس انها تاخد مني ماده خام، مم. ان انا اطلع زي ما انا قلت لك. هو اقل صفحات تافهه على الفيسبوك بيجيب لك والله حاجه يا عم قديمه والله لازم بضبط وانا كلامك يا بقلم. احمد. كنت قاعد مكسوف والله وانا شايف باتريك فييرا، معلش انتوا مستضيفين في استوديو تجهيزات وصرف غشم، جايبين باتريك فييرا وكاكا. الناس والله انا مش عارف، الناس قاعده مش عارفه تقول ايه، وانا واحد من الناس كمصري وقاعد بتابع ماتش شبه ده، الناس دي بتتفرج على كوره مكسوف. هو مش عارف يقول حاجه وما عادش حاجه في الاخر، ما قالش وحتى حاجه تصريحاته هتلاقيه ما عادش حاجه. وبيشدوا منهم الكلام عشان يقول له طب انت شايف الماتش الفني راح فين؟ ما هو بيحاول يخليه يقول اي كلمه. بيشد منه الكلام. ما هو انت راجل جايب وصارف ودافع فلوس علشان تجيب نجوم عالميه، المفترض ان هي كانت في فتره من الفترات بتشوف فريق منتخب مصر القوي بتاعنا هو كان والجيل اللي فات. قدامه ماتش بالظبط الله ينور عليك. قصاد منتخب مصر حلو عن الكره المصريه. كان ماتش احنا بنقول عليه افضل ماتش اتلعب لمنتخب مصر تاريخي. في كل الاجيال طبعا تاريخي. اللي اتلعبت قبل كده، مع احترامي لكل النجوم الكبار القدام، واللي هيتلعب ما لسه. فيهاش كلام. مش هيتلعب زي الماتش ده، الكونفدريشن كاب ده مش هيتلعب زي ماتش البرازيل ومصر، ولا هيتلعب في ادائه ولا في رجولته ولا في الاهداف وجمالها يعني هو نفسه ولا في المستوى الفني بتاعه. فالراجل ده قاعد معاك عارف انت عارف منتخب مصر زمان، بس مش هم دول الناس اللي انا كنت اكيد ده ترجم كده في دماغه. مش دي اللعيبه اللي انا كنت اكيد اللي لعبتها في الملعب. مش ده مستوى فكر ولا مستوى اللعيبه اللي احنا كنا بنلعبهم في منتخب مصر. ابو تريكه، احمد عيد عبد الملك، سيد معوض، محمد شوقي، محمد زيدان، كل اللعيبه بلا استثناء، عصام الحضري، خط الظهر وائل جمعه، احمد حسن طبعا، احمد سمير كوكا. ايه يا جماعه؟ انتوا كنتوا بتتكلموا منتخب لعيبه، واتكلمنا وقلنا ده في الحلقات اللي فاتت، الالتزام. يعني ايه لعيب لما يبقى فرحان يطلع يحتفل وده حقه طبيعي؟ الازمه دي من غير حاجه اللعيبه دي كنت بتشوفها بتطلع بقى اصلا في برامج. هو ده اللي انا كنت لسه هقوله لك. بيحتفل بس بيبتدي فين وينتهي فين؟ بياخد الاذن من الكابتن بتاعه او من مدير الكوره بتاعه، انا اخري فين؟ انت ليك مرحله وليفل معين تتكلم فيه، اخرك في الحته ديت ما تزودش عنها. ما هو الديسيبلين، معلش انا اسف، الاحترام والالتزام هو ده اللي هيوصلك ان انت يبقى عندك منتخب شبه الجيل ده. مش هتعمل كده مش هتلاقي، مش هتحط اسس، مش هتحط نظام، وتفكك بقى من كلام الترند ومن كلام ما احنا كسبنا بطولات ياما. احنا كاهلي منظومه النادي الاهلي ما كسبت بطوله افريقيا اللي فاتت؟
حد شافوا لعيبه من اللعيبه بتاعت النادي الاهلي طلعت تتكلم بالمنظر ده، او طلعوا اتكلموا وهم بيحتفلوا وبيفرحوا افرطوا في الاحتفال؟ ما كان كله في اطار الادب، كله في اطار الاحترام. انا مش بقول ان الزمالك المفروض ما يعملش كده، او يا جماعه احتفلوا، لا احتفل عادي. يحتفلوا حاجه، يحتفلوا. ما هو انا بس هقول لك حاجه بسيطه ويعني هسيبك تكمل، يعني عذر ان انا قطعتك. هي لا يا باشا، الحته اللي انا عايز اقولها، انا بدل ما اطلع معلش بقى كمان يعني اقارن، اقول لك بالمره يعني اقارن، وده كلام مش عقلاني بالمره وملوش علاقه بقى ولا بانتماءات ولا بالوان فرق ولا باي حاجه. انا ينفع اطلع اقارن يا اسلام قوه بطوله دوري ابطال افريقيا بقوه بطوله السوبر الافريقي؟ احنا بنهزر يعني؟ ده احنا هزار وصلنا بقى. للهزار ده؟ ينفع اعلامي؟ انا بص يعني اقول لك ايه، ده ما ينفعش السؤال ده يطير في الجو في الاستوديو عنده، في اللوكيشن عنده، ان هو يبقى طاير في الجو كده بس، وهو يقول لك اقوله ولا ما اقولوش. ما ينفعش اصلا يجي ولو يعني اقول لك ايه، مش عارف اقول ايه والله العظيم كابتن يعني. خالد والله ما ينفعش يبقى في الهوا طاير كده السؤال. شيحه. كابتن خالد مجنون يعني ما انت يعني، ما هو نفس انت بتوصل، ما هو الحته دي فعلا كله بيتكلم يعني. انت معلش يا كابتن احمد سليمان وكان مدرب حراس مرمى، يعني برضه نفس الكلام، انا كسبته بقيت بطل ابطال افريقيا. والمفروض اللي بيقول لك ايه يعني، معلش ما يجي برضه انت راجل يعني في مجلس اداره حاليا، وكنت المفروض مدرب حراس مرمى يعني، في منقوع في الوسط ده طول عمرك يعني، معلش يعني المفروض معدون بالوسط تطلع تقول الزمالك بيقدم كره عالميه المفروض يروح كاس العالم للانديه. يا جماعه انتوا ليه بتقولوا التصريحات دي؟ انا مش عشان اهلي وزمالك، والله انتوا ليه بتقولوا التصريحات دي؟ انا يا عم لو والله العظيم انا لو النادي الاهلي يعني يعكس الاماكن، هطلع انتقد طبعا. والله العظيم لا هطلع هضحك واقلس عليه وانتقد واعتقد ده انا اصفر منه، مش هعتقد، يا جماعه، هيبقى معلش منهى الناس بس. للسخريه بالنسبه لي. بعد تابعت انت جماهير السوشيال ميديا بتاعت النادي الاهلي طلعت مسكت رامي ربيعه وعمر كمال عبد الواحد بعد اللي عملوه في صح، آلة البنات، عملت يوم حصل ده. مسكت اللعيبه دي سلج لدرجه ان وصل الموضوع. احنا بقى الاداره قالت لك هاتوهم وهنحقق احنا كجمهور واحنا بنجلد لعيبتنا علشان عارفين ان مستواهم ما كانش قد كده، واحنا قلناها. قال لك ان الخطيب دون المستوى، الخطيب بيهزر، ازاي الفرقه تروح من غير مدير كوره، ازاي وازاي وازاي. ده جلد، ما هو ده طبيعي. انا لما ابقى متضايق او فاصل او والدنيا عندي مشكله بتتقلب وبتابع بنتقلب. وبلوم نفسي وبشوف اسباب الخساره وبصلح. هو المفروض في الزمالك يحصل العكس زي ما انت قلتها من شويه. انا اتكلم في كده، احتفل واحتفل جامد كمان براحتك، احنا عمرنا ما هنمنع الاحتفال. ومعلش مثلا انا برفض جمله انا عمري حزن زعلك ولا افرح فرح مثلا يعني، برضه عشان تتقال في النص، طبعا ما ينفعش. دي جمله سوشيال ميديا يعني أصلاً. عموما. أيوة. بس ده في الاخر احنا بنقول ده جمهور، انا بتكلم في الاعلام الرياضي يعني. شوف الجمهور يقول زي ما يقول يعني، رغم ان انا الجمله دي بعترض عليها، لا يا عم يفرح وكل حاجه من حقه يفرح قوي، لان واخد بطوله من اقوى فريق في افريقيا، فطبيعي من حقه انه يفرح. معلش ما عشان كده ترجي أنا قلت لك مكانه، إيه؟ لو حد مكانه هيفرح جدا انه واخد بطوله من النادي الاهلي. عشان كده قلت لك هو ان ده الفوز على الاهلي هو الاستثناء. ايوه طبيعي. بس هي الفكره بقى في ايه بقى يا اسلام هنا، انا لما اجي اعمل كده الاعلام الرياضي بقى يبقى حلي بشكل ازاي؟ هو ده اللي انا كنت بكلمك فيه بقى يعني دلوقتي. اما اجي انا اتكلم عن حاجه زي دي وانا بكلم اللعيبه، بدل ما اقارن قوه بطوله دوري ابطال افريقيا والسوبر الافريقي، وده زي ما قلت لك ما ينفعش يعني يبقى يعني خيال. بالظبط، ما ينفعش نادي خيال اصلا ما ينفعش كرة يقول لك جيب عن ايه يا سؤال باشا؟ شبح طاير كده في الاوضه يعني في الاستوديو، ما ينفعش يجي في باله انه يقول. انا ممكن اقول ايه؟ اقول اه الزمالك واخد بطولتين من النادي الاهلي سوبر افريقيا، هو ده اللي انا اتكلم فيه. طب تعرف بقى ان دي بيذكروها او ذكروها كام حد؟ بس ذكروها قليل جدا. والله هي دي من الحاجه نوادر. التاريخيه، ده دي حقيقي. اول حاجه لازم تتقال. على فكره ده حقيقي، انت حطيت ايدك برضو على حته مهمه قوي. آه. انا من النوادر من جماهير الزمالك، سيبك من الاعلام بقى، بتكلم على الجماهير نفسها. في منهم طبعا كتير ناس ليها تقديرها واحترامها، وناس كتير بعيد بعيد هم بيفرحوا بالحب بس، انا بشجع بقلبي مش بشجع بعقلي. نسبه قليله جدا. لا هو شفتها. الفهم الجماهيري موجود هنا وهنا، مش هنكذب على ما بعض، فيش، بس احنا مفيش مشكله. بنتكلم في ما عنديش عقلانيه مشكله في ده. الكوره وعايزين ننشرها يعني. ما شفتش نسب كتير من الناس طلعت تتكلم غير اتنين تلاته والله من اللي انا اعرفهم. غير كده محدش يعرف يعني ايه الموضوع ده، اللي هو من 30 سنه ان نادي الزمالك كان كسبان الاهلي في سوبر افريقي مره، ودي المره الثانيه. طبعا لازم يعني ده في تاريخك، ده رقم انت برضه ما ينفعش تستهان بيه، ده رقم ده بيه. لازم انا ومهم. بلوره ايوه، بعد دي الفوز ده الايمج بتاعته. بالظبط، او بعد الفوز ده اول حاجه فين بقى ده؟ فين ده؟ لا انا طالع اقارن بطوله ابطال افريقيا. هو انا ينفع اقارن بطوله ابطال اوروبا بالسوبر الاوروبي؟ لا حاجه تضحك، انا بقول لك هو ايه ده؟ رباية بقول لك بيضحكوا علينا. ما هو بقول لك كل الكلام بيضحكوا علينا. انت واحد معلش زي كابتن احمد سليمان تاني عاده لما قال لك كده، يا عم انت شايف الزمالك بيأدي اداء عالمي حلو، انت شايفه كده خلاص من وجهه نظرك، مع ان ده الكلام على ارض الواقع. عشان نتكلم كوره، الزمالك بقاله فتره ما بيأديش اداء حلو اصلا وقلنا الماتش كان فقير فنيا. الزمالك يستحق الفوز، يستحق الفوز. والزمالك كسب ببلانتيات، لازم نتكلم صح، نشوف الماتش ايه. هو الزمالك ما كسبش 2-0، ما كسبش 3-0، الماتش ما كانش حلو، والزمالك ما كانش اعلى فنيا قوي، لا الزمالك كان عنده روح اكتر، كان مركز، كان مشحون زي ما انت قلت.
مثلا كانت اللعيبه بتموت، كانت باينه جدا في الالتحامات الثنائيه، ودي دايما انا باكد لك عليها وانت عارفني في الكلام ده في اي حاجه في الكوره الاوروبيه. دايما اقول لك الالتحامات الثنائيه في الملعب بتبين لك حاجات كتير قوي، تبين لك دايما مين الفرقه اللي بالبلدي كده راكبه الماتش، مين الفرقه اللي مركزه اكتر في الماتش. حته دايما الكور الالتحامات الثنائيه دي والسكند بول مين بيستحوذ عليه. الزمالك هو اللي كان بياخد الحاجات دي كلها، فباين ان هو مركز وعايز وفي اخر وقت عايز اكسب، وعشان كده ربنا كرمه حتى في التوقيتات الاخيره وفي البلانتيات ربنا كرمه برضه. فهي ده اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعه. بس ان انا اقول كده وبعد كده اقول لي يروح يشارك في كاس العالم للانديه وبرضه بيطلع تصريحات. ما هو بص، ما هو معنى اللي يقوله ده يقول لك طبعا من السذاجه ان انت تصدق ان الزمالك هيشارك في كاس العالم للانديه والزمالك هينظم ماتش مع ريال مدريد بطل السوبر الاوروبي ضد بطل السوبر الافريقي. بيقول لك يعني مارسيل لافين برضه يطلع يقول لك احنا هنحاول ننظم ماتش زي ده. هو ايه يا جماعه اللي انتوا بتقولوه ده؟ يعني هو انتوا ايه اللي بتقولوه ده؟ انتوا جايين اصلا في موسم مزدحم بسبب كاس العالم للانديه اللي موجوده دي. الناس كانت رافضه تروح تلعبه لدرجه ان انفانتينو نفسه طلع اكد الايام اللي فاتت، قال لك لا ده هيتلعب وكله تمام وكل حاجه. سيبك من، حتى هو نفسه قال كده، قال لك برغم الاعتراضات وكده في ناس كتير قوي عايزه تشارك في البطوله دي من كتر ما هي قويه وبشكلها الجديد هتبقى قويه جدا، واحنا يمكن اتكلمنا عليها وانا مستنيها بفارغ الصبر يعني. طبعا يعني ومشاركه الاهلي شرف كبير فيها يعني كما هي العاده بتاعت الاهلي. لكن ان انا بالنسبه لي افضل اقول كلام زي ده، يعني ايه خالد الغندور يجيب ناصر منسي وغلبان؟ يعني انا بص والله ما صعبان عليا، ناصر منسي اغلب من برضه راجل غلبان جدا ومحترم ومتواضع، يعني من الاخر كده ببلدي طلعوه مسرح، ناس مطلعوه مسرح على السوشيال ميديا والله وبسبب الاعلام. يعني ايه برضه انا كخالد الغندور اجيب برضه انا راجل المفروض كابتن، يعني كان قبل مش كمان يبقى معايا اكتر القاب افريقيه، انا الكابتن التاريخي لنادي الزمالك ومعايا اكتر الالقاب الافريقيه تمام، واجي اطلع اللعيب اللي جاب جون واقول له يمين احسن قفش يتقفش ولا عملوا كده؟ ايوه بالظبط، هم عملوها زي ما انت بتقول ولا ناصر منسي الاسطوره؟ فناصر منسي يقول له لا طبعا يا كابتن ناصر منسي الاسطوره ومضحكين. ايه يا جماعه يعني انتوا وصلتوا لايه؟ انتوا عايزين تضحكوا الناس علينا يعني اكتر من كده؟ ايه والله ما يعني انتوا بره احنا قلنا بتاعت القلعه الرياضيه اتخذنا كوميكس وتروقنا واتبهدلنا وبص يعني ضعنا. انتوا بقى عايزين توصلونا لايه اكتر من كده؟ دي عندك ده عندك دولج عند انتوا في يعني احنا نروح منكم فين؟ يعني بنحاول نهرب، يعني عايز نقفل على ده انما اسكت تلاقي ده بيتكلم. طب اعمل، طب اكتر من 5 قنوات يا احمد، مش ممكن 5 قنوات كل قناه مطلعه ومصرين على السؤال ده. انا عايز اقول لك حاجه، مطلعه مصرين نجوم قوي على سؤال قدام المقارنة. بيتكلموا في نفس الماده. بالظبط نجوم قدام كابتن مجدي عبد الغني جايب معتز اينو وجايب معاه نفس النوع اسامه حسن حسام حسن مين تاني قناه الزمالك لا قناه الاهلي لا الام بي سي مصر طبعا مع ابراهيم فايق اون تايم وقناه الشمس عمالين شغاله كلها قنوات، واللي في منهم طبعا ما شاء الله يعني قنوات كبيره وانتاج وفلوس وصرف، وفيهم قنوات سوري انا اسف يعني تحت السلم مع احترامي بس. طيب بص، الكلام في الموضوع ده مش ما اعتقدش ان هو هينتهي لان احنا لسه الكلام فيه كتير ولسه عايزين نحط فيه نطرح فيه حلول. ده لسه ده احنا بنتكلم عن الاعلام الرياضي في حدث واحد، في حدث واحد عموما بقى بيعمل بس ايه؟ حدث واحد بس اخذ مننا بالظبط 10 ايام قبل الحدث نفسه نتكلموا فيه و15 او 20 يوم كلام مش مقبول وكوميدي الصراحه بعد الحدث يعني ده زياده عن اللزوم يعني. علشان برضو نسكيب حته ان احنا في انتقاد في انتقاد. هل في حلول؟ هل في حلول نقدر نقدمها او نقدر نقولها الاعلام ياخد خطوه ويبتدي يفكوا شويه من موضوع الصراعات الحلول وشحذ الناس والغضب وان هم يزودوا الغضب بتاع الناس في طريقه في اسلوب افضل من احنا يعني يرجعونا طب لورا، يرجعونا للتسعينات، نرجع للاعلام بتاع التسعينات اما كانت قناه مودرن سبورت وكفايه على كده، ولا في ايه تاني يخليهم قناه واحده يعني؟ طب نعمل ايه؟ لا انا شايف ان انا بمنتهى البساطه انا كده الناس هتفرج عليا انا بس عشان الناس هي قتلها موضوع المشاهدات. بلاش انا مش عارف بلاش الناس قتلها موضوع المشاهدات موضوع الترندات. انا لازم اكون الاعلى مشاهده، لازم اكون الترند تمام. انت اعلى مشاهده بقى بشغلك الحلو، بشغل ان انا اتكلم بقى فعلا يعني ايه كوره في مصر، الكوره واصله لايه، الدوري المصري شكله الجديد ايه. ما حدش اتكلم عليه الدوري المصري لو تاخد بالك صح، قال لك شكله جديد خلاص فكره احنا اتكلمنا وقلنا ومش عارف ايه، وقال لك هيبقى مجموعه الدور الاول هيتلعب فاهم وبعد كده هيتقسم لمجموعتين، الدور الاول هيتلعب كامل بس هو من دور واحد وبعد كده هيتقسم مجموعتين 9 فوق و9 تحت. ال9 اللي فوق هيتنافسوا على الاربع مقاعد الافريقيه وبطل الدوري بالتالي، والناس اللي تحت هتنافس على الهبوط. مظبوط.
حد اتكلم عليه تاني؟ ولا شايف الهوا. الشكل ازاي؟ في ظلم شويه طبعا زي ما اتكلمنا ان احنا اتكلمنا فيه للانديه اللي تحت. طب هنعمل ايه؟ طب ايه الافضل؟ طب الصراعات ايه؟ شايف انديه الدوري فين؟ مفيش حد بيتكلم. شايف المنتخب فين؟ زي ما قلنا الكلام قليل عن منتخب مصر جدا. انا المفروض لما معلش يعني كل البرامج عباره زي ما انت قلت كده معتزين واسامه حسن مش عارف اهلي زمالك الترتيب ده مثلا اللي هو كان متحدث رسمي بتاع الزمالك نفسه بيطلع يكتب ترندات على صفحته الرسميه وحاجات تضحك. فاهم؟ انت راجل كنت متحدث رسمي لنادي الزمالك. هل احنا هنفضل نستضيف نفس الضيوف دي هي بنفس العقليه؟ لا، انا مثلا عندي عز ده كويس جدا طبعا مثلا بيطلع الاول راجل بيجي ولا بيتكلم يمين ولا شمال. تمام بدوي نفس الكلام. الناس دي بتيجي تكلمك كوره محمد عبد الله تكلمك كابتن حاجات عبد الله تحليل كوره محمد بالظبط عبد كده. الله انا بقول لك ايوه الناس دي ما مع بيجيبوش احترامي لكل الاعلاميين لا الناس دي محمد كلها المحمود نماذج كويسه انه من نماذج اكتر كويسه وما بتتكلمش. عارف يا اسلام يعني 5 دقايق يمين او شمال ما فيش عندهم. الناس دي بتيجي بتحط قدامها تحليل مباراه او بتتكلم عن فرقه بشكل معين او بتتكلم عن اسم لعيب بشكل معين سواء مهاجم وينج اي انت ازاي بيكلمك كوره صريحه عن الراجل ده وخلاص على كده. دي الناس اللي تستضيفها وعايزين الناس دي تكتر ان هي تبقى موجوده على الساحه. لكن انا مش مجرد ان انا اجيب لعيب. معلش لما اجيب لعيب وقيمه وقامه في الكوره المفروض يكلمني فن استفيد منه فني. مش هستفيد منه ان هو يقعد يقول انا الافضل وانا الاحسن ودايما اجيب واحد من الاهلي وواحد من الزمالك يقعدوا يشحنوا بعض لمجرد مشاحنات عشان برضه الترند ويقول له ده افضل. يعني يا جماعه ما تبقى لعيبه كبيره قاعده وبرضه عماله تتناقش ان انا ببقى كده وكده ابقى انا بطل ابطال افريقيا عشان الكلام كوميدي. الكلام يا جماعه كوميدي. انا عايز اقول لك حتى معلش المواد اللي بيجيبوها يعني معلش امام عاشور راح حلق مجموع الاهلي هاجمه والدنيا مقلوب عليه وحمله كبيره جدا عليه وضده. تمام انا اروح بقى امام عاشور حلق. طب ماشي انا ممكن واحنا بنسد الخبر طريقه سرده امام عاشور يلتزم في تدريبات الاهلي وواضح انه بيحسن من نفسه ودي خطوه كويسه وهيبان الكلام ده في السوبر فول ستوب خلصنا. لكن اللي بيطلع ايه بقى مش كده يا اسلام ايه ده الحلقه الحق ده السمكه اهو ببص فيديو منتشر عن محمد الحلاق. طب واحنا ايه ما نجيب محمد الصغير بقى في الاستوديوهات يحلل والله يعني نجيب محمد الصغير يقعد يحلل بقى ايه قصات اللعيبه وبتاثر عليه ازاي نفسيته والقصه دي والكيرلي بيفرق عن العادي والكلام ده كله والاصفر كيرلي الاسود. يعني موضوع غريب. انا مثلا اللي عايز اقوله في نموذج ويعني هسيبك تسكت طبعا. في نموذج كويس جدا اسمه وسيم تقريبا او حاجه كده صفحه على الفيسبوك من زمان كان بيتابع اللعيبه المصريين مثلا وشايف ان الخبر ده يمكن قبل ما ادخل لسه يلا كوره اول حد ممكن نتكلم فيه ان احنا في منتخب الشباب اللي ميكالي بقى ماسكه المدرب اللي احنا قلنا عليه واعد 11 لعيب محترف وعندهم جنسيه مزدوجه موجودين في منتخب مصر اول مره تحصل في التاريخ يعني. لعيب من الارسنال وكريم احمد وعندنا بالظبط كده من ليفربول كريم احمد ومن الارسنال كاميرون اسماعيل ده مصري نيجيري. في حد في اسبانيا في من باريس سان جيرمان في عبد المجيد من هامبورغ عمر خضر ده كده مصري ومحترف بره طبعا عمرو خالد بيبو برضه مش فاكر النادي السويسري جاب برضه الضم. فانت عندك وفي منهم 3-4 وافقوا خلاص ان هم يمثلوا منتخب مصر بشكل نهائي يعني. كويس. فين الخبر ده ان الناس تطلع تتكلم فيه وان احنا عندنا لعيبه بره لازم نبقى ندور عليهم. يعني الراجل ده مجهود ذاتي على فكره كتب كده انه مجهود ذاتي مع 3 زملاء وكتب اساميهم وقال احنا مجهود ذاتي واحنا اللي بنوصلهم باتحاد الكوره وشغال سكاوتنج. يعني بنوجه له الشكر والتحيه والله ان في ناس كده. هي الناس دي هي احنا اللي عايزينها بقى تظهر. حصل. فهمت قصدي؟ هي دي اللي تظهر بقى في الاعلام واللي تستحق والكلام ده. انت شايف ايه يعني؟ بمناسبه المجهود الذاتي هاخد منك من المجهود الذاتي ونكمل. احنا كاعلام وهو ما بيسلطش الضوء على الحاجات ديت. المجهود الذاتي للمجموعه من الشباب كبير جدا في مصر هو علشان عارف ان فعلا الوسط بقى فيه كلكعه ياما ابتدى يشتغل على نفسه ويطلع بره. وانا اعرف منهم اشخاص كتير باسامي يعني منهم طبعا معروفين في منهم ناس معروفه وفي منهم ناس ما تعرفوش. منهم كابتن حسن بلتاجي كابتن محمود محمد علاء بتاع الزمالك. الناس دي كلها اشتغلت على نفسها. حسن بلتاجي ما شاء الله يعني حسن بلتاجي ما شاء الله عليه. كابتن لؤي فوزي ومفترض ان هو برضه عامل برنامج كانوا مسمين نفسهم المحنكين. هي الناس دي كلها زي ما بيقولوا غرضها شبهنا بالظبط كده. بيتكلم على الكوره والله يطلع ولا عايزين حاجه وقلنا كابتن احمد جمال الكوره تبقى قدام. خد بس التجربه دي كمان بلا مقابل على فكره بلا مقابل خالص. الناس دي حرفيا مجهود ذاتي وبتصرف من جيبها الشخصي. منهم مثلا احمد جمال جيمي. كنت من قيمه 3 أسابيع كنت حاضر كارير كومباس في البيج بتاعت كابتن حسن بلتاجي. حضرت معاهم الكارير دوت كانوا عاملينه فور فري. بيجمعوا كل الشباب اللي زينا واللي نفسهم يوصلوا لحاجه بالكوره في مصر وبالكوره بشكل عام لان هم عندهم شغف الكوره فقط مش عندهمش اي اغراض تانية.
ازاي يوصل بالكارير بتاع الكوره لافضل مستوى، ازاي يقدر يبقى محلل اداء من خلال كورس معين، من خلال كورس تحليل الاداء اللي مثلا بياخده مع كابتن حسن بالتاجي. من ضمنهم كان اللي موجود من ضمن المحاورين كابتن احمد جمال جيمي، ده ما شاء الله ما شاء الله. انا دخلت على البروفايل بتاعه لقيته محلل اداء في نادي نيوكاسل، ما شاء الله، نيوكاسل. وكانوا من الناس في اللي على فكره مصريين كده برضه كتير، ومن الناس اللي اجتهدت واشتغلت جدا على بروجكت دخل فيه لمده شهرين شغل، وبيقدم مستويات ممتازه لحد ما وصل للمستوى. المستوى ده مستوى كبير ومهم، ما ينفعش نسيبه على جنب. لعيب صغير او مثلا محلل اداء شبه سعيد النحاس اللي موجود دلوقتي في فريق النادي الاهلي تحت كورلر، محلل اداء النادي الاهلي لسه جايبينه جديد. ده شاب صغير، شاب صغير يمكن اصغر كمان مننا في السن، وما شاء الله ابتدى من الدوري القطري، يعني ابتدى من تحت قوي، اخد برضو تحليل اداء واخد اشتغل على نفسه وابتدى في الدوري القطري. على فكره مش شرط ان الناس دي تكون بتلعب كوره، يعني مش شرط، لا خالص على فكره. خد الكبير 90% منهم ما بيلعبش كوره، 90% منهم ما بيلعبش كوره، بالذات تحديدا تحليل الاداء. الناس دي 90% منهم ما حدش بيلعب كوره. يعني سعيد النحاس من ضمن الناس اللي اشتغلت وابتدتها من تحت واخدتها في الدوري القطري، وبعد كده اتشاف الراجل، اتشاف شغله، جابوه في الاداره الفنيه مع النادي الاهلي مع كابتن كولر. الناس دي يا جماعه فين من الوسط الاعلامي؟ الناس دي ليه ما بنطلعش نقول احنا عايزين كوادر؟ اطلع اشتغل على نفسك، اعمل كورسات، اعمل كارير شيفت، اعمل لو حاجه بتحبها انت نفسك فيها. انا واحد من الناس اهو، انا بتابع وبشوف وبتفرج على ده وبتفرج على ده، وحضرت كذا ايفنت، والواحد نفسه يطور من نفسه في حاجه ان هو بيحبها. فليه ما يتسلطش الضوء على حاجات زي دي كنوع من انواع التجارب؟ طيب الكلام طبعا مش هيخلص، مش هينتهي. احنا زي ما بنقول دي الجمله بتاعتنا طبيعيه وما بيخلصش، وفعلا حقيقي والله موضوع كبير. ايوه انا بشوف انه موضوع كبير، احنا ما خلصناش حاجه. لا 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 لا، موضوع الاعلام الرياضي ده كبير جدا. وخلي بالك يعني احنا اتكلمنا، يمكن كنا بنقول اتحاد الكوره، وفاكر لما قسمناها واللعيبه عليها عامل وكذا حاجه، لكن انا بشوف حاليا باللي بيحصل بقى حاليا، الاعلام الرياضي هو يعتبر القطعه الاكبر والاسوأ، الاكبر والاسوأ، ان احنا لازم نتعامل معاها بشكل سريع جدا وجذري. ان انا احل فيها في الحته اللي احنا بنتكلم فيها كلها، لازم تتقلب للشكل والمصلحه العامه للكره المصريه. لازم الاعلام الرياضي الكروي في مصر يتحول تحول تام يا اسلام. لازم. انا بشوف كده. ممكن يقدر يفرض سيطره في الحته ديت علشان خاطر يخلي الاعلام يتجه في الاتجاه بتاعه الطبيعي اللي ما فيهوش فيه اثاره غضب وبلبله للناس. بس انا مش بشوف حاجه، بس انا بشوف مثلا يعني ان الانديه لو ساعدت ان هي مثلا لعيبه خلاص ما تطلعش، يعني زي ما الاهلي فرض خلاص حظر اعلامي على اللعيبه وانهم ما يظهروش اصلا وما يتكلموش في الاعلام، ده لازم يحصل بشكل كبير. بس ده حصل بعد الماتش برضه يا شيخ. انا عارف، لا ما هو لازم يحصل في العموم، ما هو ده اللي انا بقوله. يعني انا بقول ان زي ما الاهلي عملوا بعد الماتش، لا يبقى ده العموم بتاعك، لان احنا من زمان وبنشوف اللعيبه ما كانتش بتظهر بالصوره الكبيره دي. تمام، فده لازم يبقى موجود، ولازم يبقى موجود حتى ان ظهر اللعيبه، وده طبيعي لان مش هنحكي بقى حد ظهور او ايا كان. يبقى ليك ليميت في الكلام معين، تتكلم عن ناديك، تعرف تتكلم ازاي قبل ما تروح اللقاء، بيبقى معروف انت هتقول ايه وما تقولش ايه، مش وتبقى عارف من المحاور انت هتتسال في ايه، مش اي حاجه توافق عليها. الكلام ده كلام بروفيشنال ولازم يتم. تمام، عشان نحاول نهدي بشكل كبير. زائد الاعلام الرياضي نفسه بقى، الناس اللي في القنوات بقى، انت عندك القناه الاكبر مين؟ اون سبورت حاليا ماشي، ابراهيم فايق هو من المعلقين اللي يقدروا يساعدونا في الحته دي. شوف الناس تتكلم عليه كويس جدا، بس ابراهيم فايق بلوم عليه برضه كتير جدا ساعتها. دلوقتي هو انا بعيدا عن حته دلوقتي، ابراهيم فايق ميزته الرئيسيه ان دايما الناس تحتار فيه اهلاوي ولا زملكاوي، ودي حاجه كويسه ان هو محايد. بس هو زملكاوي معروف، ما هي معروفه، بس انا بقول لك هو بيطلع لك فعلا محايد لما بيتكلم عن الاهلي بصراحه بيتكلم بمنتهى العدل. بيتكلم بص، هو الراجل بيتكلم فيه سواء بيدي كل ذي حق حق بالظبط. بس هو في اوقات في الفتره الاخيره خلاص مع اللعيبه مع الكلام ده بيدخل نفسه في اسئله مش بتاعته، رغم ان هو خلي بالك ردوده بتبقى فيها. يعني لما لقى دونجا برضه بيقول له السوبر الافريقي اجمد ومش عارف ايه، فقال له طب السوبر الاوروبي اجمد، قال له لا طبعا دوري الابطال اجمد، قال له طب نطلع فاصل. يعني فاهم اللي هو نفسه ايه، قال لك يا عم اطلع فاصل، ده فاهم اما اقول له ايه اللي بتقوله ده، ما تضحكش على الناس بقى. انت ما تشرحش بقى الاسئله دي. ايوه انت من الاول ما تحطش ده معروف، اصل هو مش محتاج دونجا يقوله، طب مش محتاج حد يقوله، فانت ما تطرحش. هو ده اللي انا ما تحطوش في الخانه ديت بالظبط، ما تزنقوش في الخانه. انا ما احطش السؤال بتاعي في التحضير بتاعي في السكريبت بتاع الحلقه، ما احطش السؤال زي ده اصلا، لان ده ما ينفعش اصلا يتسال. اي واحد بيفهم كوره في الدنيا كده، حتى ابراهيم عبد الجواد على فكره طلع في برنامجه مع ميدو وبتاع، قال لك اصل الناس اتهمتني
ان انا قلت ان السوبر الافريقي اعلى واجود من دوري الابطال. انا ما قلتش كده خالص يا جماعه، طبعا ده البديهي والنورمال والبديهي لاي حد بيفهم كوره، هو حتى قال كده بيفهم كوره ان دوري الابطال هو الاعلى والاقوى طبعا في القاره والكلام ده كله. لكن هي يمكن الناس ده قطعتها فاهمة تصحيح ده. غلط. ده جا من ايه مثلا يا عم ابراهيم عبد الجواد يا جميل؟ جا من انت بتتكلم في الحاجات دي اصلا. انت المفروض ما تحطش نفسك في الحته دي اساسا من الاساس. حصل. بس صح، فانت تبعد عن نفسك الكلام ده. فانا لازم الناس دي هي اللي من نفسها تبدا واحده واحده تتكلم دايما عن الكوره، وتتكلم دايما في الفنيين، اعلاميين وتتكلم دايما ان كاعلاميين احنا نبوش الكوره المصريه لقدام ونبوش الانديه بتاعتنا لقدام. كاعلاميين محتاجين يغيروا الكونسبت شويه بتاع ان انا لازم اخد ترند وان انا بس يعني بس تيجي تقول له طب غير يا عم الترند و... وغير الكونسبت، يقول لك اخد طب ما انا الترند هجيب مشاهدات ازاي؟ اخد الترند والمشاهدات بالصح، وهيجيب والله العظيم هيجيب مشاهدات. هو الموضوع مش كده، خلي بالك المواضيع اللي بتجيب الترند بتحصل لوحدها ممكن اوتوماتيك، يعني ايوه ممكن طبعا. موضوع معين في ملعب في خناقه لعيب في بتاع، واحنا زي ما احنا قلنا نقوله اخباريا بشكل ما نتكلمش فيه في الاوقات بتاعه الكوره. التحليل للتحليل فني، ما اطلعش من بره انا مش عايز حاجه تانية. انا ما كنتش على فكره الغرض من الحلقه دي خالص الكلام على الصور الافريقي، لان زي ما قلت لك احنا كان الكلام خلاص عدى وصلك السيف العزل زي ما قلت لك، طب. والموضوع عدى عليه اسبوعين، احنا خلاص اصلا دلوقتي في تجميع المنتخب. هو للاسف الاعلام الرياضي كشف فاحنا كنا نفسه الغرض من الحلقه الكلام على الاعلام، وزي ما انت بتقول هو مبلور نفسه ومدي لنفسه الايمج اللي يخليك فعلا هو طالع ماده انك لازم تتكلم عليه، لازم دي ماده اتكلم فيها ان لازم كل ده يتغير. نتمنى ان حتى كلامنا الخفيف ده اللي احنا اثرناه، او النقط الكام بوينت اللي احنا اتكلمنا فيها اثرناها، تكون وصلت حاجه او وصلت مسج بشكل او باخر. هو المسج اللي انا عايز اقوله للناس يعني اخيرا ان انا يا جماعه انا بالنسبه لي كجمهور يا ريت انا ما انساقش برضه يعني لحين لما ربنا يكرم كده اسلام يعني ايه الاعلام الرياضي يفوق لنفسه شويه فعلا ويفك الطلاسم اللي هو عاملها، اللي انا بعتبرها طلاسم، والميكانيزم بتاع الحلقات الغريب بتاعه، والميكانيزم والكونسيبت بتاع الاعلام الرياضي يتغير، ويبقى بيتكلم دايما في الاشياء الايجابيه فقط بالنسبه للفرق وبالنسبه للمنتخب وبالنسبه للكره المصريه عموما. يبقى الفكر بتاعه ازاي احنا نبوش الكره المصريه لقدام. يا ريت يا جماعه احنا كجمهور برضو على قد ما نقدر، انا عارف ان الجمهور جمهور في الاخر ودي حاجه لازم برضه نتكلم فيها، لكن انا ما انساقش ورا اي كلام بيتقال، لان في الاخر احنا مش هنستفاد حاجه، وانا كجمهور مش هتمتع بحاجه والكلام بالطريقه دي انا بحس نفسي في الاخر احنا مش مستمتعين بحاجه، ومفيش متعه في الكره المصريه. معلش ماتش المنتخب الاخراني لسه من يومين، شوف كام واحد موجود في الاستاد، شوف لما انت كسبت ما يعني ما فيش ردود افعال، ما فيش يعني مسانده للمنتخب بشكل كبير، او ما فيش اهتمام اعلامي كبير بمنتخب مصر، وده اللي احنا وصلنا له يعني. فاتمنى اخيرا يعني الاعلام الرياضي يكون يعني ولو يعني صوتنا بصل ولو ب 2% 5% باي حاجه، يحاول يغير واحد يغير فعلا زي ما قلنا الميكانيزم والمنظومه، ويتكلم دايما في اشياء ايجابيه، يتكلم دايما في فنيات كرة القدم، يتكلم في اخلاقيات الرياضة عموما، في ازاي انا اقدر اطور من المنتاليتي بتاعتي، ازاي انا اقدر اطور من اللعيبة اللي عندي، ازاي ابوش الكرة المصرية لقدام. يعني انت شايف ايه طبعا اسلام واخيرا طبعا برضه والله بص يا احمد، احنا طبعا علشان الحلقه دي كانت رغبه من حبايبنا كتير زملكاويه طلعوا اتكلموا معانا وقالوا لنا ودي كانت رغبتهم ان احنا نتكلم، محدش هنتكلم مش هنتكلم لا على السوبر لسه الافريقي، كلامنا اكيد في احداث كتيره وفي السوبر المصري بالاخص الحته دي لانها حبايبنا زملكاويين يعني واصحابنا كلهم ايه يا عم مش هتتكلم في السوبر مش هتتكلم في السوبر. فوالله انا كان كل اللي بيكلموني على السوبر وبيقولوا لي هتكلم في فنيات الماتش، او شوف هتتكلم هتقولوا هتبرزوا الماتش ازاي. احنا ما كناش لاقيين حاجه نتكلم فيها فنيا، غير ان فعلا زي ما قلنا الزمالك كان هو اللي واقف على حيله اكتر زي ما اتكلمنا وقلنا، ومركز اكتر وبيلعب بغل اكتر وجعان من الماتش ومن البطوله اكتر، فكان ليه الحق انه يكسب. في النهايه احنا كان الغرض برضو ان احنا نسلط الضوء على الحتت ديت، الحتت اللي بجد بتزود العصبيه وبنحاول نقللها، لان هي في النهايه يا جماعه كوره ورياضه ولعيبه مع بعض في المنتخب، وفي النهايه عشان في الحته دي برضو هما بيتقابلوا مع بعض بيبقوا زي الفل مفيش اي حاجه. في النهايه اللي الناس هي اللي بتفضل شايله وعندها مشاكل مع بعض، بتتحول الموضوع من كوره ومن رياضه لحقيقي بقى حرفيا ممكن ناس تتراشق مع بعض بالالفاظ وبالكلام وبالخناقات، والموضوع يوصل لحاجات صعبه جدا. مش عايزين ده يحصل، هي في النهايه رياضه، هي في النهايه مش عايزين نخرجها بره اطار ان هي كوره ورياضه، واحنا بنشجع كل واحد فريقه بال بالطريقه الطبيعيه اللي هي العاديه خالص اللي المفروض كلنا نشجعه بيها. ده حقيقي وده حقك وده حقك المشروع، محدش يقدر يخالفك فيه.
على قدر الامكان حاولنا ان احنا نتكلم في الماتش زي ما متابعينا كانوا طالبين، وصدقوني والله احنا الماتش ما فيش فيه اي كلام يتقال اكتر من كده. يعني نتمنى تكون الحلقه ان شاء الله تكون خفيفه للناس. اقول حاجه بسيطه. اتفضل يا حبيبي. الكوره برضه، الكوره لعبه، يعني ده من كلامك فعلا دلوقتي، الكوره لعبه للترفيه وللتسليه في الاخر، وزي ما احنا قلنا للمتعه. طب قلنا حلقه متعه الكوره اللي انت مستنيها دي هنعملها ان شاء الله. لازم يعني ان شاء الله. الكوره حاجه ممتعه والله، وبتفرح الواحد وبتخلي الواحد كده ايه، يعني زي ما في كده تشرب كوبايه شاي بعد ما بيحب كيف يشرب مثلا شاي، يشرب زي كده بالظبط. هي كمان احلى من كده. بحب اسيح الاكل على طول بالظبط بالشاي. كده، بالظبط. فهي الكوره جميله كده يعني. يعني في ناس كتير قوي لو هتسال اسلام هتسال ناس كتير قوي هتقول له انت لما الكوره بتبقى مثلا في توقف معين او الكوره مش موجوده او بتبقى في الاجازه بتاعت الصيف، بتحس ان الواحد ناقصه حاجه طب او ان اليوم مش طبيعي. ننزل نلعب كوره احنا. هي بالظبط الكوره متعه وكوره لعبه ترفيهيه، الناس ما تاخدش زي ما اسلام كان بيقول لكم دلوقتي، الناس ما تاخدش الموضوع في اطار او في حجم اكبر من حجمه، لان هي الدنيا كلها شجع وحب فرقتك، كوره وحب فرقتك، تشجيع المشروع المتعارف عليه الصحي جدا، شجعها وطبيعي وافرح. لكن في انا اتسلخت من انا تقريبا صحابي كلهم زملكاويه تقريبا، يعني عشان ما حدش يقول لي بس اصحابك زملكاويه يبقى انت بتفهم، ماشي هم زملكاويه بس انا اتسلخت منهم يعني، وكنت في منتهى السلام الداخلي النفسي وانا بتسلخ. عسل اكيد، لان هو في الاخر انتوا برضه مش واصلين لمرحله يعني المشاحنات والكلام ده. لا عادي، بس احنا بنحاول نقلله لان هو فعلا بره عن كنت سايب لهم نفسي والله يا شيخ، سايب لهم نفسي خالص. هو احتفلوا زيتوا عليا براحتكم. للاسف الشديد خلي بالك الاسر احنا قلناها قبل كده فيها اهلي وزمالك فيها كل حاجه، بس للاسف اللي موجود على السوشيال ميديا ده بيقعد اوقات كده بيوصل الموضوع برضه بيشحنه بزياده بشكل مش لطيف يعني، ممكن يؤدي برضه لامور ما لهاش داعي وما لهاش لازمه يعني. واحنا لسه كنا بنقول وعايزين نقول تاني، مستنيين الجمهور في الملعب ومستنيين الدنيا ترجع لساقها الطبيعي يعني. بس فاخيرا كده ممكن اقول لك حته سريعه خاطفه جدا بقى، مش انت دي مفاجاه والله واحنا بنختم كده. السوبر المصري، السوبر المصري كارت الذهب. يعني انت هتقول لي وانا هسكت؟ انت هتقول لي سوبر المصري وانا كارت الذهب. انا كده الكارت الذهب ده برضه عايز انا بشحنه. لا ده برومو كود يا باشا، السوبر القديم يا باشا، بشحنه بقى شارك بيه كل بطوله ولا ده برومو كود يا باشا، تاخد وجبه عليها وجبه هديه. والله بعدنا برضه عن الزمالك والكلام ده. ايه الكابتن الذهبي لازم حد يطلع يفصل لنا ده ايه، لان انا بشوف ان انت مثلا معلش يعني فاوتشر. هو بالعقل كده انا باخد بطل الدوري كان مع بطل الكاس في ماتش واحد. دلوقتي انا عملت بطوله اللي هي كاس الرابطه، مش قادر ابطل ضحك ولا الموضوع. ايوه كاس الرابطه احنا كنا بنتكلم فيها من الحلقه، بس انا فاجئتك بيه ان انا يعني انا دلوقتي عندي بطل الدوري وبطل الكاس، وده الطبيعي اللي احنا على طول متعودين عليه ماتش واحد. دلوقتي انت عملت كاس الرابطه وشيء جميل ودخلته، فبطل كاس الرابطه بقى بيخش ثالث، فانت عملت النظام الجديد ده كويس جدا وافضل وتسويقيا احلى وكل حاجه. حلو. الرابع بقى طبيعي انت شايف، انا من وجهه نظري مثلا شايف ان هو لازم يبقى الثاني الدوري او وصيف الكاس مثلا. انت دلوقتي عندك بيراميدز واخد الدوري، ايوه تاني الدوري واخد الكاس، تمام. يبقى انا او باصص لمين على طول، يا الثالث الدوري يا الثالث الدوري وصيف الكاس مثلا. ده عقلاني زدت مثلا. ايه بقى الكابتن الذهبي ده؟ سيبك والله الموضوع مش الزمالك يعني، اي نادي حتى جاي بالكابتن الذهبي انت جاي انت شحنه، انت بتشحن الكابتن الذهبي ده. قلت لك باشا فاوتشر وجبه وعليها وجبه هديه. لا انا بشوف ان هو تقريبا اتحاد الكوره ده الكابتن الذهبي يعني عنده زي بزوكا. لا زي كابتن ميسا بتاع البنك الاهلي، فاهم؟ احنا كده عند طب احنا ممكن بقى ايه عشان هتقلب بقى وبزوكا. لا هنخش في حته ثانيه خالص، وكابتن البنك الاهلي وكابتن شحن يا جماعه في نهايه هي بس يعني عايزين توضيح للكابتن الذهبي بس. يا جماعه في نهايه الحلقه كده. لا بتشوفه ازاي السوبر سريعا يعني بشوفه ازاي ايه؟ شايف مش شايف اي حاجه. طب مين اقوى فرقه في السوبر سريعا كسكواد؟ بيراميدز. انا اتفق معاك في الراي تمام. بيراميدز عنده خلي بالك بيراميدز بس عشان مديني قفا. بيراميدز مديني قفا وانا زعلت عليه ومتضايق قوي. انت صدمتني قبل الحلقه. عبد الرحمن مجدي راح بيراميدز. لا ما انت فاكر حلقه الاهلي انت اديتني عايز عبد الرحمن مجدي، انا قلت لك مش هينفع مع الاهلي، بس انا كان نفسي يجي الاهلي. ايوه ما انا عارف، انا نفسي انا ده وينج من الوينجات، ما فيش حد ما يمشيش مع الاهلي يا شيخ. لا كل اللعيبه تمشي في الاهلي لان الاهلي سيستم، فاللي هيخش هينخرط يا باشا. يخش بقى ده مش هيخش مش هيعرف ينخرط يبقى بره بالسلام. ما هو صالح جمعه التجربه ياما، ما صالح جمعه اصلا قدامك. ما هو ماشي طب ما دخل ماشي، ما كان احسن لعيب ولما ما انخرطش قالوا له بالسلام. طب ما هي دي ماشي. طب زي صالح جمعه. ايوه ما هو عبد الرحمن مجدي بقى معلش بالتوقيت ده انا بقول لك عبد الرحمن مجدي بيبان يعني. شوف صالح جمعه بعيدا، صالح جمعه فرق قوي في المهارات عن عبد الرحمن مجدي مبدئيا كتير. حاجه ده احنا بنقول عبد الله السعيد 2 ده كان كمان مهارته بتقول هتتخطى عبد الله السعيد. ده اجمد خلي بالك بكتير. بيتكلم عن ابو تريكه، طلع بودكاست بيتكلم عن ابو تريكه ان حاجه ما حصلتش. طبعا. لا صالح جمعه نفسه ده حاجه ما حصلتش قوي برضه الله يسامحه.
والله سامحه ضيع نفسه بجد، بالظبط كده. ضيع نفسه. زي ناس كتير يعني. لكن انا تحديدا بشوف بيراميدز زيك هو الاقوى سكواد يا جماعه. عنده ترسانه ترسانه من اللعيبه، ترسانه لعيبه مش ترسانه الفرقه. لا بجد والله ترسانه لعيبه يعني. سريعا كده مثلا ايه، مصطفى فتحي، رمضان صبحي، عنده كميه أوباما، وينجات. عبد الرحمن مجدي، ايه الوينجات؟ صديق ايجولا اللي هو متالق جدا في ده غير الدوري. لعيبه كاس الملعب. صديق ايجولا ده في خلاص. سيراميكا احسن ارقام في الدوري، بس صديق ايجولا اصلا يعني. فانت تخيل بقى عندك عبد الرحمن مجدي، صديق ايجولا، مصطفى فتحي، رمضان صبحي، معاهم هداف الدوري، تاني هدافين الدوري. بالظبط كده، يوسف اوباما. جايبينه واتفرج على اوباما نسخه بيراميدز. سجل لي الحته دي، سجل يا نصر، سجل يا نصر. اتفرج على اوباما مع بيراميدز. تمام. وعندهم قدام طبعا كريستون مايلي. بس انا بشوف يعني ان محمد هيبقى لاشين اللي بشوفه مظلوم جدا في مصر، التحدي أحسن ان شاء خط الله نص في مصر. بطوله صعبه يعني. الاهلي هيفوق نفسه ان شاء الله في بطوله هي بطوله هتبقى صعبه، هتبقى بطوله لمصالحه جماهير النادي الاهلي. طبعا اكيد من النادي ما الاهلي. يستناش طبعا. هو مش متوقع ان احنا نكسب، مش متوقع. خلي بالك جمهور بس الاهلي هيصال. مستني رده فعل اللعيبه في الملعب، مش اكتر من كده زي ما انت بتقول يعني. طيب. مستني رده الفعل. هنشوف. انت خلينا بنشوفهم جوه الملعب بس. هنشوف عشان يبقى في سلخ تاني ان شاء الله. ولو عجبتكم يا جماعه الحلقه ما تنسوش اللايك سبسكرايب وشير، لايك سبسكرايب وشير، علشان كابتن شيحه دايما مهتم قوي بالسبسكرايب وشير، وحبايبه دايما عندهم الميسنج دوت. احنا موجودين زي الفل. وان شاء الله باذن الله تبقى حلقه خفيفه عليكم. انتوا اعملوا كده اكيد ان شاء الله. لايك سبسكرايب وشير تبقى عجبتكم ان شاء الله. واللي جاي يبقى افضل ان شاء الله. اللي جاي كده باذن الله. نشوفكم بقى في حلقه جديده من كلمني كوره. يلا بينا.